الأم النرجسية هي الأم التي تعاني من اضطراب الشخصية النرجسية، وهذا يعني أنها قد تظهر سلوكيات ونمط تفكير يتسم بالانغماس في الذات. الحاجة المستمرة للتأكيد على التفوق والانتماء والاحتكار. التعامل مع الأم النرجسية يمكن أن يكون تحديا خاصا عندما تؤثر سلوكياتهم على العلاقة العاطفية والعائلية. إليك بعض النصائح للتعامل مع الأم النرجسية. أولا، الحفاظ على الحدود. حدد حدودا واضحة في العلاقة مع الأم النرجسية وتأكد من أنك تحترم حقوقك وحياتك الخاصة. ثانيا، التواصل الفعال. كن صادقا وواضحا في التواصل مع الأم النرجسية، وحاول التعبير عن مشاعرك واحتياجاتك بطريقة لبقة ومحترمة. ثالثا، عدم الانغماس في اللعب النفسي. تجنب الانغماس في اللعب النفسي مع الأم النرجسية، وابتعد عن الرد بنفس الطريقة التي تتعامل بها هي. رابعا، التركيز على الذات. اجعل من الأمور الشخصية والصحة النفسية والرفاهية الشخصية أولوياتك، ولا تتأثر بشكل سلبي بسلوكيات الأم النرجسية. خامسا، البحث عن الدعم. قد تحتاج إلى البحث عن الدعم النفسي من خلال مشورة مختصين لمساعدتك في التعامل مع الأم النرجسية وتحسين العلاقة معها. سادسا، التسامح والصبر. حاول أن تكون متسامحا وصبورا في التعامل مع الأم النرجسية، ولا تستجيب بالشكل نفسه لسلوكياتها. يجب أن تكون هذه النصائح وإرشادات عامة، وقد يختلف التعامل مع الأم النرجسية من شخص لآخر، وبناء على طبيعة العلاقة والظروف المحيطة. من المهم أن تكون متسامحا وصبورا، ولا تنسى تحافظ على صحتك النفسية وسلامتك العاطفية في التعامل مع الأم النرجسية.